السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي ندوي على قهوة سريعة الذوبان، وبالضبط هاد ثلاث علامات تجارية. العلامة الأولى هي نيفكاسي، العلامة الثانية سمير، العلامة الثالثة أسترا. المهم قبل ندخلو في الثمنات، أولا خصكم تعرفوا بأن هاد العلامة الأولى نيفكاسي كتصوب بالمغرب، هاد العلامة الثانية سمير كتصوب تي بالمغرب، والعلامة الثالثة أسترا كتصوب من مصر، يعني كتجي من مصر. ومعلومة أخرى اللي خاصكم تعرفوها بأن هادي كدير ديستريبيسيون لراسها، هي اللي كتوزع السلعه ديالها، وهاد الاخرى كتعطيها للديبوزيتير، يعني كتعطيها لواحد اخر كتعطيه لا كوميسيون باش يوزعها، وهذه كتوزع السلعه ديالها حتى هي راسها. ولكن الاخوان القضيه اللي ما مفهوماش هي علاش هاد نيفكاسي الساشي ديالها كيتباع بدرهم ونص، وهذه كتباع بدرهم، وهذه كتباع ب50 سنتيم. ولكن اللي كيهمنا حنا علاش كاين واحد الفرق شاسع في الاثمنه. يعني تقريبا هذه يعني هي الاولى في السوق، هذه اللي كتسمى نيفكاسي، الثمن ديالها تقريبا 20 على حسب كاين 20 22، كاين اللي كيبيعها حتى 23 حتى 24 درهم. اما هذه هي الثمن ديالها كيبدا من 19 18 20 حتى 22 درهم. اما هذه الاخرى اللي كيتبيعها ما بين عندك 12 الفوق، 12 13 14 حتى 15 درهم. بغينا نعرفوا علاش هذه الثمن ديالها مرتفع بارابور مع هادو، وعلاش هذه الثمن ديالها منخفض بارابور مع هادو. وحاجه اخرى، علاش كونسوماتور كيفضل نيفكاسي على هاد سمير ولا أسطرا. مهم الإخوان، نتمنى الفيديو يكون واضح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنساوش البارطاج والتعليق. في أمان الله.